طبعا بالنسبة لأوضاع الناس في العيد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا في الأعوام القادمة بالنصر، وتكون الأمور قد انتهت إن شاء الله إلى صالح الثورة. بداية الناس في فترة ما قبل العيد يعانون من القساوة ما لا يمكن وصفها الحقيقة، فإننا كشعب أعزل نقاتل ليس فقط النظام المجرم الكافر لوحده، بل إن الغرب والعرب والشرق تكالب وتآمر علينا. فأريد أن أبين لك حالة الناس. أية حالة؟ هل يوجد أوضح من هذه الحالة التي رآها العالم بأكمله وبأسره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيد يعني كان عيد مأساوي مثل ما كان يتكلم معنا، لأنه كثير ناس فقدت أحبائها، فقدت أبنائها، فقدت بيوتها، تهجرت، عانت معاناته خاصة خلال شهر رمضان. كان عيد صعب جدا على كل واحد سوري. نتمنى عيد جاي يكونوا أحسن لهالبلاد، يكونوا ساقط بشار الأسد، كنا خلصانين من هالنظام وعايش سوريا برخاء وأمان. والله أول شيء عيد ما في عنا، نحن العيد نسيناه من زمان. عيدنا نحن لما بتتحرر سوريا، هذا العيد اللي جاي مثل كل عيد راح، دم وشهداء. نحن ما عندنا عيد، سوريا نسينا عيد. هالأطفال هون نسوا العيد، يعني مو من حقهم يعيشوا مثل هالأطفال ويعيدوا. نحن بسوريا عندنا دم، بدنا حرية، بدنا نتحرر. نحن عيدنا عيد الحرية، عيد لما نخلص من هالطاغية. عيد ما في سوريا عيد. نحن هون ما في عندنا لا عيد ولا من 3 سنين ما مر علينا نحن العيد. شلون يعني بدي مر علينا العيد واخواتنا بحمص عم يتقتلوا، هون عندنا نحن بيت اللي بعطوا قذايف، لا في كهرباء لا في مي لا في شيء، ما في مقومات لهي العيد. يعني لا جبنا ثياب، كنا كل سنه نجيب ثياب، من سنتين والله لا جبنا ثياب ولا شيء. عايشين برعب. العيد هو بهجة وسرور، نحن لا عايشين بعكس هذا. قذائف نازله علينا، صواريخ، السكود، يعني ما خلى من انواع الاسلحه الا ما جربوا علينا. لسه بتسالني انت على عيد وما عيد، لك يا اخي لا في عندنا نحن بسوريا ما مر علينا عيد، بس 2 3 ما مر علينا عيد. ايه والعالم كلها هلا فقرت وما في شغل وما في كذا، وكلها سافرت وهجت، صارت خيمات اللجوء. ايش بدي اقول لك تسبق لي عيد؟ لا في عيد عندنا ولا في شيء. هذاك العيد كنا مكيفين اكثر من هذا العيد، هذا العيد كله غالي. نعم. وذبحنا النظام قذايفه كلهم عم بيموت واحد. نعم. ما بخلونا ننام، عم بيقطعوا علينا الكهرباء من قذايف. ما بخلونا نرتاح. هذاك العيد كنا مكيفين، هذا العيد ما بنشتري خوف ولا ثياب جديدة ولا أحذية جديدة ولا شيء. القذايف ما بيخلونا ننام. هنا عيد، هنا ما في عيد، لا في اغراض عيد، الاولاد كلها مهجره، الاولاد كلها ما في حدا، لا في يلبسي، لا في ما في شغل للعيد، لا في مصاري، لا في شيء، ما ضل شيء هجر الاسد، ما ضل حدا في البلاد. كما قال الشاعر: بأي حال عدت يا عيد، عيد تهجير، عيد مآسي، عيد أموات، عيد أشلاء. بأي عيد عم يتحدث هذا العيد؟ لا ضل عيد، لا ضل بهجة للعيد، لا ضل شيء للعيد، ولكنما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قضينا ايام رمضان على هالبسطه، وهلا اخر ايام رمضان باكين على هالبسطه، بدنا نشتغل مشان الاولاد، بدنا نطلع مصاري، نشتري لهم اغراض على العيد. لازم هالاولاد يحسوا بالعيد، يشتروا اغراض جديده، يشتروا حلو، لانه نحن الكبار راح علينا وما راح نحس بالعيد. بهجه العيد راحت بسبب هالقصف هالاوضاع، والاولاد حرام لازم يحسوا بالعيد ويعيشوا ويفرحوا. بدنا نعيد غصبا عن راس بشار، بدنا نشتري ثياب عيد وناكل حلو بالعيد.